أيها الشعب السوري، تلبية لمطالبكم العادلة، فلقد قررت قيادتنا أن تعلن لكم عن سلسلة الإصلاحات التاريخية التي انتظرتموها طويلا. قررنا إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بإجراءات بسيطة وسهلة تجعل من حياتكم جنة وارثة، ولتقولوا بصدق: أنا سوري غايانيالي. هذه الإجراءات هي: 1. نقل العاصمة من دمشق إلى القداحة، وتغيير أسماء جميع المدن السورية إلى أسماء جديدة، وسأذكر كل مدينة واسمها الجديد: 1 دمشق، بشار، حلب ماهر، حمص الناعسة، حما أنيسة، اللاذقية بشرى، دير الزور مجد، الرقة آصف، الحسكة شاليش، ضرعة مخلوف، السويداء عمي رفعت. 2. تغيير قانون العقوبات المعمول به وجمعه في مادة واحدة للقضاء على البيروقراطية، وجعل عقوبة كل مواطن يعتقل بأي جرم مهما كان تافها أو عظيما عقوبة واحدة، بمعنى توحيد قانون العقوبات كله في مادة واحدة فقط، وذلك تسهيلا للإجراءات القانونية المعقدة وتسهيلا لأمور المواطنين السوريين. هذه العقوبة هي الإعدام دعسا بأرجل الشرطة والشبيحة في فروع الأمن والمخابرات وأقسام الشرطة. هذا الدعس أمر ضروري، وذلك للإحاطة بكافة جوانب الجرائم التي ارتكبها المواطنون. 2. إن تعذر اعتقال المواطن المطلوب فسيتم اعتقال 3 من أقربائه بدلا منه، وتطبيق العقوبات عليه. 3. نقل ملكية كافة المنشآت الحكومية والمؤسسات التجارية الخاصة إلى كل من بشار وماهر الأسد، رامي مخلوف، والخال الحبيب ذو الهمة شاليش، وذلك اختصارا للمعاملات التجارية. 4. تغيير شعار الدولة السورية من النسر أو العقاب أو هذا الحيوان المتوحش، لأنه لا يعبر حقيقة عن ضمير الشعب السوري، واستبداله بصورة والدي الخالد حافظ الأسد. 2. تغيير اسم الجمهورية العربية السورية، وذلك اختصارا وتوفيرا للوقت واستهلاك الحبر إلى آخره إلى المزرعة الأسدية. وهذا الاسم قصير وسهل ومعبر، يعبر حقيقة عن ويحيط تماما بالميزات التي يتمتع بها الشعب السوري. 6. تغيير أسماء المواطنين السوريين، اسم كل مواطن مواطن، وإضافة لقب عبد الأسد. لقب عبد الأسد يكون قبل الاسم الخاص. عبد الأسد بدل السيد فلان مثلا، عبد الأسد فلان، اسمه اسم أبيه واسم الأسرة. 7. تعيين حكومة جديدة، أسماء وزرائها: أبو ساطور وزير الداخلية، أبو الموت وزير الصحة، أبو خروق وزير الدفاع، علي بابا وزير المالية، أبو قرون وزير التربية، أبو الظلام وزير الكهرباء، أبو مخلاي وزير التموين، أبو الدمار وزير الإسكان، أبو الخراب وزيرا للصناعة، أبو القحط وزيرا للزراعة، أبو الفقر وزيرا للتجارة أبو الثانين وزير الإعلام، أبو وجهين وزير الخارجية، أبو بطحة وكافين وزير الأوقاف، مع إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات المطلقة لتطبيق الإصلاحات. كل مواطن يرفض هذه الإصلاحات يعتبر خائنا معاديا للدولة السورية حلال الدم والمال. 9. تغيير المادة 8 من الدستور، المادة التي أثارت النقاش، وهي أن الحزب الحاكم القائد للدولة والشعب هو حزب البعث العربي الاشتراكي، واستبدالها بما يلي: سوريا دولة يملكها أولاد حافظ أسد وذريته إلى الأبد.
10. أقول لكم فأحكمكم إلى الأبد، وسأفعل ما أريده بكم، ومن لا يعجبه يستطيع أن يشرب من البحر. لدينا من لا يعجبه يستطيع طبعا أن يشرب من البحر. لدينا بحر واسع كبير، شواطئه عظيمة واسعة متسعة، من اسكندرونة التركية طبعا إلى لبنان السوري. لبنان سوري، ألا تعلمون أن لبنان سوري؟ يعني أسدي، بمعنى أسدي طبعا بالتبع بناء للتسمية الجديدة. وما لا يعجبه فليشرب من البحر، وطبعا لا سلام لكم ولا سلام عليكم. وفي النهاية أختصر هذا الخطاب كله بأن أعلن للعالم بأجمعه أن الشعب السوري حصل على الإصلاحات التي يريدها، وبشار يريد إسقاط جميع الشعب السوري. بشار يريد إسقاط جميع الشعب السوري. حدكم 60 جهنم.